بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. بعض العبارات أو الجمل أو الأمثال الشعبية اللي تم تداولها وانتشارها عن الحما اللي هي أم الزوج، زي مثلا انكوي بالنار ولا تقعد حماتي في الدار، أو إن كتر ضحك حماتك خافي على نفسك وحياتك. مش عارفة ليه ومعرفش جابوه منين برضو. وإن الحما عمى ولو كانت ملاك من السما. والحقيقة ده من الأمثال الوحشة جدا والصعبة جدا. أصبحت الصورة العامة المأخوذة عن الحما اللي هي أم الزوج، مش أم الزوجة، لا، دايما تطلع أم الزوجة دي ملاك، لكن أم الزوج هي اللي وحشة جدا. برضو معرفش ليه القاعدة دي تم ترسيخها. إنها بتكون شخصية صعبة، شخصية ظلمة، مفترية، هي اللي بتخرب بيت ابنها، هي اللي ما بتحبش مرات ابنها، بتكرهها كده لله في لله، ما بتحبهاش، مش طايقاها، بتغير منها، وحاجات كتير جدا جدا بتتقال عن الحما أم الزوج. ممكن عشان نكون منصفين البعض بيكون عنده كده، بعض الحموات بتكون فعلا ما بتحبش مرات ابنها، او انها بتغير منها، او مش منصفة، اللي بتحبه لبنتها مش بتحبه لمرات ابنها. ولكن ليه خدنا الاستثناء وخليناه قاعدة؟ ليه بنطلق دايما عن الحما أم الزوج إن الحما عمى؟ ليه سمينا الحما بالشكل ده؟ طيب، سؤال بيطرح من كتير من الزوجات أو اللي مقبلين على الزواج، إن هم لسه مخطوبين مقبلين على الزواج. أنا خايفة من حماتي، كل اللي حواليا بيخوفني ويقول لي ده انت حماتك شكلها صعبة، انت ليكي حما هي أم عايشة، يا نهار أبيض، ده انت الله يكون في عونك. فبيدخلوا البنات الزيجة وهم خايفين. ممكن تكون الست طيبة على فكرة ما فيهاش حاجة، بس البنت داخلة بنفسية مختلفة خالص. فالسؤال هنا اللي هتدور حواليه حلقتنا النهاردة من قوارير: ازاي اكسب قلب حماتي، وازاي احبب حماتي فيا، وتبقى العلاقة بيني وبينها جميلة، انا اتعامل معاها كأنها في منزلة الام، وهي تتعامل معايا كأني في منزلة بنتها. اكيد المشاعر مش هتكون زيها بالظبط، ولكن نوصل لدرجة من الود والحب والاحترام نقدر نتعايش فيها مع بعض. مين هيرد على السؤال ده النهاردة؟ الأستاذة خديجة برهان، المستشارة الأسرية والتربوية واللايف كوتش. أهلا ومرحبا يا أستاذة خديجة. يا أهلا وسهلا فيك أستاذة ندى، وخاصة هذا الموضوع المتميز يعني المخيف مم. صراحة. الكلام فيه كمان يعني حقل ألغام شائك شوية، وفي في كتير من المشاعر. صحيح صحيح. مع مم. الأسف الشديد يعني المفروض أن يكون موضوع حلو، لكنه خلاص مجبورين المفترض. نحن نتعامل مع هذا الموضوع لأنه موضوع شائك تماما. للأسف الشديد. طيب، قبل ما نشوف خطوات تحبب الحما في مرات ابنها، وتحبب مرات الابن وتقدر مرات الابن انها تكسب قلب حماتها، في سؤال بيطرح من بنات كتير وزوجات كتير: هو اصلا ليه يعني لازم ان انا اكسبها، لازم اكسب قلبها؟ طب يا ستي، ما كل واحد يبقى في حاله وخلاص. صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي، لازم يعني يبقى في بينا تواصل؟ طيب احنا لما نجي نقول ايش معنى حمات، في بعض الشعوب او في بعض الثقافات الحمات ممكن تكون ام الزوج او اخت الزوج، يعني مهم النساء المقربات من الرجل فهي أمه أو أخته. طيب هل من الضروري أني أنا أكسب الحمات هذه؟ قبل ما نجاوب على هذا السؤال يعني لازم تكسبي أي إنسان إذا تبغى تستمر علاقتك فيه، خاصة كمان إذا كان هذه العلاقة هي مع الزوج، عشان ما تأثر على حياتي أنا. هو أنا أكسب علاقتي بحماتي ليش؟ من أجل أنه حياتي أنا ما تتأثر بشكل سلبي. لأنه إذا إيش في مثل يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنة من بات شبعانا وجاره جائع. يعني معناها الحرص إذا اليوم على الجار أنه يكون شبعان زيك زيه هو اللي حيدخلك أنت الجنة. اللي هو المقصود بالحرص إيش هو الاهتمام. طيب، ومعرفة ما الذي يحدث وما الذي يحتاجه. فما بالك إذن بالحماة اليوم، هي أقرب شخص في هذه العلاقة، لأنه هي ليست مجرد حماة، هي مم. حتكون إما عمة الأولاد وإما حتكون جدة الأبناء. فهنا السلسلة متواصلة يعني. وهذا الرجل زوجك اليوم
لأنه تزوجك ما راح تنقطع علاقته بأمه، بل بالعكس محتاج امرأة تعين على برها والإحسان إليها وأداء حقوقها. فبالتالي هذه الأشياء كلها المرتبطة عشان تحدث يحتاج من المرأة أنه علاقتها تكون جيدة بحماتها. لكن السؤال المهم، إيش مستوى العلاقة الجيدة، وإيش اللي نقصد به بالعلاقة الجيدة، وإلى أي مدى لازم تكون جيدة. عدم الفهم الصحيح لهذه الحدود أو هذه الحقوق كيف تؤدى أو كيف نؤدي هذا الدور هو اللي مخلي الموضوع إنه أنا ليش لازم يعني تكون علاقتي كويسة. التساؤل بهذا الشكل يجي. طيب، الفكرة العامة اللي متاخدة عن الحما أم الزوج إنها صعبة، وزي ما المثل الدارج بيقول الحما عمى ولو ملاك من السما. ليه متاخد الفكرة دي عنها إنها صعبة، إنها شديدة، إنها بتغير، إنها يعني تحب بنتها قوي واللي ترضاه عليها ما ترضاهوش على مرات ابنها وهكذا، وإن عفوا أم الزوجة اللي هي الحما من الجانب الآخر لا دي جميلة، دي ملاك من السما يا جماعة، محدش يقول عليها حاجة. مين حط القاعدة دي واتحطت ليه؟ طيب، أول شيء الأسباب الأمثال هذه، طبعا هذه أمثال، بعض الأمثال وكثير من الأمثال زيها مع الأسف الشديد هي اللي تشكل حياتنا، وكلها خطأ ودليل على الضعف والعجز وإسقاط الأشياء على شيء غير صحيح. بمعنى إيش؟ يعني اليوم مين اللي قال لنا الحمات بهذا الشكل، العمل يعني الحما بالعمى والأشياء السلبية هذه كلها؟ هذه ثقافة المجتمع اللي أفرزتها أو تجارب الناس التي فشلت في إيجاد علاقة جيدة مع الحموات، فنشروا لنا هذه الثقافة وتداولوها في المجتمع، فصارت من ثقافة المجتمع، وصار كأنه ثقافة المجتمع هو هنا قرآن منزل، وأنه هذه حقائق يجب أن نتعامل فيها. هذا من جهة. من جهة ثانية، بعض السلوكيات التي تظهر بين أم الزوج أو أخت الزوج مثلا مع زوجة الابن كمان لبستهم هذا الثوب. والسلوكيات زي إيش مثلا؟ هو الغيرة التي تتواجد بطبيعة الحال مع النساء مع بعضهم البعض، فضلا عن أنه يكون هي حمات ولا أخت الزوج ولا أم الزوج. يعني بطبيعة النساء مع بعضهم البعض في حالة من الغيرة. ليش؟ لأنه اليوم المرأة لما تزوج ولدها أو الأم لما تزوج ولدها هي تغار إنه اهتمامه بها راح يقل وراح ينصرف إلى امرأة أخرى، وده حالة طبيعية تماما يعني. فبالتالي نتيجة الغيرة، وهذا الشيء يحدث حتى في الحيوانات حتى في الصغار موجود يعني، لأنه الغيرة شيء فطري، لكن طريقة تضخيم الأخطاء اللي تحدث وتكبيرها والدخول أساسا مع وجود هذه الأمثلة والثقافة المغلوطة هو اللي يضخم مسألة أو تشويه صورة الحمات في المجتمع. فهنا إذن عندنا كمان توقعات. المرأة اليوم لما تتزوج تتوقع تماما إنه حماتها حتشيلها فوق رأسها. طيب أنت تتوقعي كده، أنت إيش حتقدمي لها؟ ما في توقع، أنا ما أقدم لك، كفاية علي أن أنا أخذت ولدها. ففي توقعات. والحمات نفس الشيء، بتتوقع إنه البنت هذه راح تكون إيش، لأنها تزوجت ولدها فهي لازم تكون طوع أمرها، خلاص كأنها هي امتلكتها. ففي بعض الحموات شايفين اصلا يعني ان زوجة ابنها يسعدها يا هناها انها خدت ابني، ان انا يعني بصي أيوة. انا مديها حته من السماء. ايوه، فتوقعات. طب ما انا مديها حته من السماء معناها هي لازم تبوس يدها وجه وظهر، ولازم أيوة. صباح الخير ومساء الخير، ولازم تشوفني، ولازم توقعات يعني غير منطقيه وغير يعني صحيحه اساسا في المجتمع. كمان احنا قلنا الاعلام والسوشيال ميديا هذه الاشياء كمان تضخم وتقبح الحمات في المجتمعات، لدرجه ان الواحد يعني لما تزوج واحده ويقول لها انه ما عندك حمات وميته تفرح أكثر. يعني بالعكس كان الدارج عند الناس أنه ما يزوجوا إلا واحد عنده عائلة، حتى أنهم العائلة تمتد أكثر، وليس كما هو واقع الحال. فعندنا إذن صورة غير صحيحة. تيجي البنت هي تحملها في المجتمع فتدخل وهي مسلحة، ما تعرف ليش هي مسلحة، فنتيجة نفسية معينة أن أنا يعني كأننا خصمين، أنا داخلة في خناقة. صحيح. فهي لما تدخل وهي بهذه الكيفية، لو لقيت حما ملك نازل من السماء حقيقة ما راح تتعامل معها على أساس، لا هتعامل معها على أساس إيش؟ هي ليش قاعدة تقول لي كده؟ تأويلات، يعني الظن السوء لازم هيشتغل، والتأويل السلبي لازم يشتغل، والحرص والتشكيك في الأفعال والدخول في النوايا راح يشتغل. طيب الإنسان لما يسوي كل هذه الأشياء إيش حيكون النتيجة؟ راح يحصل نتائج ظن السوء اللي هو وقع فيه بنفسه يعني. لكن لو دخلت بصدر سليم، قلب سليم وطاهر،
حتى لو كانت الحماة بهذا الشكل، الله سبحانه وتعالى مطلع على قلب هذه ومطلع على قلب هذه، راح يحفظ هذه صاحبة القلب الجميل، وتلك صاحبة الأفعال السيئة راح يجازيها بيدها. لو إنه في هذا المفهوم إنه الله سبحانه رقيب علينا، حتلاقي إنه الجميع مرتاح. لكن غياب الله سبحانه وتعالى في حياتنا، وفي إن إحنا نفكر إن الله مطلع علينا للأسف. أساسا، هو اللي مخلي إن الجميع يعني يشوفوا بعض ويبتسموا في وجه بعض، وفي الخلف عندهم أسلحة ومجهزين نفسهم للحرب، والشيطان طبعا جاهز يعني في التحريض بينهم. فعندنا إذا أسباب كثيرة جدا لهذا الواقع المؤسف اللي إحنا فيه. ومع الأسف الشديد يعني ثقافة المجتمع الآن ماشية في اتجاه سلبي تماما في هذا الجانب وبقوة كمان. طيب هل الزوج ممكن يكون هو السبب في إن العلاقة تكون حلوة ما بين مراته وأمه، أو تكون علاقة سيئة جدا ما بين الاتنين؟ طيب الزوج هنا حلقة وصل، هو أساسا سبب المعارك هذه كلها. طالما أنه المشكلة سبب كلها المعارك هو عليه. حلقة عليه هو فهو لازم يكون هنا ذكي وفاهم أنه هذه السلوكيات سلوكيات النساء بصفة عامة، يعني بغض النظر أنه هي الحماة مع زوجة ولدها ولا زوجة ولدها، هذا لازم شيء. ثاني شيء الزوج لازم يعرف أنه اليوم يجب أن يحدد شكل العلاقة كيف لازم تكون. بعض الأحيان الرجل بسبب اللي هو أن يكون في فريق أمه وما يبغى يزعلها يضغط على الزوجة، فخلاص هي مع الزوجة ما حتشوف إنه زوجها يضغط عليها، قاعد تشوف إنه إيش حماتي هي اللي قالت له هو ابن أمه وبيسمع ومش عارف إيش. أو بعض الأحيان ينحاز إلى جانب زوجته، فالحمات هنا طبعا تزعل تقول أخذت ولدي وبتحرضوا أيوه. علي. فإن الرجل لما يعرف إنه هو سبب التوتر هذا، لازم يعمل على تخفيف حدة التوتر بأنه يعطي كل ذي حق حقه، ويعرف كل طرف إيش له إيش عليه في هذه العلاقة، وإنه في حدود، وإنه هم راح يخسروا إذا ظلوا في هذا الخصومة. شيء ثاني الأفضل دائما، نحن دائما نحث الزوج إنه ما يتكلم عن زوجته بشكل سلبي، أو المشاكل لا يتكلم فيها مع أمه. بالزبط. ليش؟ بطبيعة بالزبط. الحال أم هذه في النهاية هتزعل على ابنها. ولد. أيوة، فبالتالي حتاخذ موقف سلبي وهي ما هي عارفة القصة كاملة. فالأفضل دائما إنه مشاكله تبقى مع زوجته في البيت ولا ينقلها إلى أمه. ودائما لازم يحاول إنه يتكلم عن أمه بشكل إيجابي، إنه يبرها ويحسن إليها، ويعرف زوجته إنه هذا خط أحمر، وإنه كلما أعنتيني فأنت دائما حتكوني سباقة ومنزلتك أعلى، حتى إن هي تتنافس على إنها تحتل قلبه وتكون هي الأثيرة عنده. فهذه يعني من الذكاء في تقريب وجهات النظر في هذا الجانب. يجب أن الرجل يسعى، لأنه لازم يدرك أنه هو له دور في هذا الشيء، يعني بالتأكيد. لا يمكن يكونوا هم كارهين بعض كذا يعني منهم لنفسهم في هذه الجوانب. طيب خلينا ندخل بقى على الخطوات العملية لكسب مرات الابن قلب حماتها. ازاي تعمل ايه؟ وهل بيختلف الخطوات؟ بتختلف لو هي الحما شخص يعني ودود وطيب، بتكون الخطوات أسهل، وما بين بقى لو هي شخص صعب شديد شوية فده بيكون الأمر أصعب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال لنا؟ ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. هذا أساس العلاقة. ثاني شيء الإنسان لازم يعمل كل شيء من أجل نيل رضا الله سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذا الكلام ينطبق على الحمات ولا التعامل مع أي إنسان في هذه الحياة، بغض النظر أنه أنا عاجبني أو أنا حبيته ولا ما حبيته. لازم يكون هذه القاعدة. إذا ربطنا كل تعاملاتنا مع الناس بمسألة عاطفية أن أنا بحب الشخص هذا أو ما بحبه، معناها أن إحنا حنتبع العواطف والمشاعر، فربما نغلط ونخطئ أخطاء كبيرة جدا. فإذا لازم أنا يكون عندي مقياس أثناء التعامل مع هذه الحماة. الشيء الثاني اللي هو لازم أعرف أنه حماتي لها حياة خاصة فيها، وأنه أنا كوني صرت مرة ولدها مو معناها أن أنا أقتحم خصوصيتها في هذه الحياة. فلازم أحفظ المسافة بيني وبينها. فمرة الولد اليوم لما تعمل اللي هو حدود، ضابط شرعي وضابط اجتماعي بينها وبين حماتها، طيب، وتتعامل معها على أساس الرفق وعلى أساس أنه هي تبتغي ما عند الله سبحانه وتعالى، راح يكون التعامل كله عملية سهلة جدا، لأنه في النتيجة النهائية هي ترجو من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لها هذا الشيء. والشيء الثاني أني أنا اليوم كزوجة ابن لازم أتفهم مواقفها.
لازم أحتوي هذه الحمات وأنظر للموضوع من زاويتها، أضع نفسي مكانها. فإذا كان مثلا ولدها يدلع الزوجة قدام أمه مش عارف إيش، لازم تتوقف عن هذا الشيء أو تنبه الرجل إنه ما يسوي هذه الأشياء في وجود أمه. ليش؟ لأنه في النهاية أمه هذه يعني راح تغار. فأول ما يكون في دائرة الأم موجودة يجب الزوجة أن تشيل يدها عن هذا الرجل اللي هو زوجها وتتركه لأمه، حتى الأم تشعر أنه ما زال ولدها. بعض النساء مع الأسف الشديد في الجلسة الواحدة تنسى أنه الحمات موجودة فتبدأ تعتني بزوجها وتدلعه ومش عارف إيش. لا، وبصراحة يعني الحق يقال بعض الزوجات بتكون متعمدة وتقول لك لا أنا كنت متعمدة أغيظها وأحرق دمها علشان مش عارفة هي بتعمل معايا إيه، فتروح متصرفة تصرفات مش كويسة دي. الجزاء من جنس العمل، إذا معناها تنتظر بعدين الأشياء السيئة اللي راح تصير لها. فالمفروض يعني بذكاء أنه لما تكون في حضور الحمات أنه تترك هذا الولد، لا تعتني فيه ولا تسوي له شيء، تتعامل معك كأنه عادي، يعني تحط الأكل مش عارف إيش بس ما تهتم. ليش؟ تعطي المجال لهذه الأم أنها كأنها استعادت ولدها كاملا. هذا شيء مهم جدا، لأن إشعارها أنه هذا الوقت الذي نتواجد فيه معك يا أمي هو وقت كامل لك أنت، إشباع لحاجتها النفسية وتطمينها راح يخليها تنظر لمرة ولدها بإكبار. طيب هذا شيء مهم. بعدين بعض النساء الأبناء إيش بتسوي؟ ما شاء الله تبارك الله على كل شيء تفتي، يعني تعطي رأي، تتدخل يعني. طيب هنا لازم تتوقف عن هذا السلوك، لأنه طالما ما طلب رأيك لا تعطي رأي، لأنه النتيجة ما راح تسرك أبدا. بالضبط. طيب لازم تعرف هي بهدوء لازم تطبخ أو توجد لنفسها مكان في قلب حماتها، وهذا يصير بعد رحلة طويلة من الثقة اللي تعطيها هذه الحمات، إشباع حاجتها النفسية، التفهم والتقبل لها، مراعاتها، الصبر عليها، العطف، الحنان. كل هذه الأشياء راح يصب في صالح هذه المرأة. فهنا لازم ندرك أنه هذه الحمات هي أم. فهنا نجي نقول إيش لزوجة الولد؟ عامليها باحترام كما تعاملين أمك حتى لو ما حبيتيها، يعني مو بالضرورة. لو أنا عملت كل الخطوات اللي حضرتك بتقولي عليها وخطواتي فشلت وهي شخص للأسف صعب، ما بتحبنيش لله في لله، مش قبلاني، طب أعمل إيه؟ يعني أخد بقى، أضطر أنا كده أخد منها جنب خالص ما يبقاش فيه تعامل، ولو فيه يبقى بسيط جدا، ولا أعمل إيه؟ تجاوز الخلافات مهم، ما في داعي نوقف على كل شيء، لأنه هو إيش المشكلة؟ المشكلة إنه في توقعات. يعني أستاذة ندى زوجة الولد بتتوقع إنه أنا سويت كل هذا، فهي منتظرة النتيجة إنه يكون في تحسن. هي لو ما انتظرت ولا شيء وما كان عندها توقعات حتستمر في سلوكها هذا، لأنه هو ده السلوك الطبيعي تبعها، لكن هي تعمله من أجل أن تحصل على شيء، فبالتالي مستعجلة هي على النتائج. فهنا نقول دائما العلاقة بين الناس هي قائمة على الحدود والحقوق. لازم ما تضخمي حماتك ولا تقلليها وتصغريها، ولا تضخمي نفسك ولا تقللي وتصغري، ولا تضخمي زوجك ولا تقللي وتصغري. اعرفي إيش لك وإيش عليكي، وتعاملي معها بالكيفية التي ترضي الله سبحانه وتعالى، وبالكيفية اللي أنت ترضيكي لو كنتي مكانها، وبالكيفية التي ترضيكي في أمك التي هي كمان عندها زوجات أبناء. نشوف الصورة من فوق يعني. هذا اللي حيخلينا اليوم نصبر يعني ونتحمل في هذه الرحلة الطويلة. في النهاية ما في حمات إلا في قلبها شيء إيجابي تجاه مرة الولد، وخاصة الصبورة واللي تتحملها واللي تتعامل معها بحنان وعطف. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، ولن تكسر حدة هذه الحمات إلا باللطف والعطف والصبر عليها والاحتساب عند الله سبحانه وتعالى. تمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل العلاقات دائما ما بين الحموات ما بين زوجات الأبناء علاقة مليانة حب وود، وفيها كمان احترام وتقدير. هي زوجة الابن تحترم وتقدر، والحما كمان تتعامل بالود والحب كأنها بنتها. بشكر حضرتك جدا الأستاذة خديجة برهان، المستشارة الأسرية والتربوية واللايف كوتش، على وجود حضرتك معانا وعلى هذا الطرح المميز. وطبعا الشكر موصول لكل المشاهدين قوارير. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدي كل الحموات ويجعلهم أمهات لزوجات أبنائهم، وأن يهدي الزوجات دول لو كانوا بيتصرفوا أي تصرفات غير لائقة بتؤدي لاستفزاز الحما أو استفزاز مشاعرها. اللي بتعمليه النهاردة مع حماتك
هتلف الأيام ومرات ابنك هتعمله معاكي، لأن الدنيا دوارة. افعل يا ابن آدم كما شئت فكما تدين تدان. فاللي تحبي يتعمل معاكي بكرة انت اعمليه النهاردة. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.